أي نهاركم طيب الناس الكل، وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وخير وعافية. اليوم الدنيا مطر وشتاء ومشتي عاد الدنيا، قلت ما ينفع فيها كان فيم محمصة جارية، ومش أي محمصة عربي معمولة في الدار معولة، وقت اللي نعولوا كسكسي نعولوا زادة من المحمصة تجي فيوحة، والفيحة متاع البات مش فيحة متاع الفحات. حصيلوا بنا نودكم ومنشهيكم، وباش نخليكم توا مع الفلوسة اللي باش تعطيكم المقادير. أول حاجة بصل، وش، خض، زبالة، توم، بصل. وتوا الترجمة معايا. أول حاجة عنا البطاطا قصيتها مكعبات جويدة، عندي تروف علوش فاضلين مشحمين الأكثرية، وجلبانة وسفنارية وبصل قصيته جويد، ورحيت لها كعبتين طماطم مفرشكين. وهذه هي المحمصة متاعنا. من بعد باش نحط حسب الصوص اللي عندي. هذه هي كيف ما تشوفوا كيفاش تكون. لهنا الطرف العلوش اختياري، راه تجي حتى بلاش تجيب بالقد تجيب كل شيء. ما انا هكا عندي بما انه هكا قريب رمضان وننظف كله نفرغ في الفريغو. عندي طرف ضايعين، قلت علاش لا نطيب بهم مع المحمصه جاري. حسيتهم هكا يجيو كربا بعضهم. هكا حطيت شويه زيت يسخن في الطنجره بتاعي، وبعد جيت هنا باش نحط البصل نصوتيه زاده، ونقصه مكعبات جويده ماذا بينا، ونبقى نخلط فيه وما نكرملوش، نخليه في لونه فريشك جست ما يتقلى شوي من غير ما يتكرمل كما قلت لكم. هنا كيف ما تشوفوا بدا يتذبل بطبيعه ديما نخلط. وباش نجي لهنا نضيف طرف العلوش بتاعي ونخلط. توا باش نجي نحط الفحات متاعي اللي ما وريتهم لكمش من الاول. مغرفه صغيره، هذه راهي اصغر من الصغيره اللي نعرفوها المعتادين عليها، راهو المغرفه. فلفل اكحل اللي عملت معاكم في تحضيرات متاع فحات رمضان، ونفسها مغرفه صغيره كركم، ومغرفة صغيرة تبلو كروية كيف اللي عملنا مع بعضنا، والملح حسب الذوق. ونخلط الكل مع بعض، وهذا الكل على نار هادية. راه مخلطوش من صوتوش الفحات، والواحد في نار في الزيت على نار قوية باش ما تتحرقناش بالطبيعة. ولهنا بعد ما تذبلوا بالباهي وتقليو مليح باش نجي نضيف الطماطم بتاعنا. لهنا طماطم الفريشكه المرحيه تتطلب يعني وقت، يلزمها تتقلى بالباهي في الزيت باش ما تجيناش مستقرصه من بعد. دونك خلوها على راحتها ونقصوا لها في الغاز، ونزيد نغطوا عليها باش يرجع عليها البخار نتاعها باش ما تشيحليش طنجره في ساعه. ونولي نضطر نزيد الماء، ماذا بينا التقليه نتاعها الاولانيه تكون في الزيت من غير ماء. ولهنا باش نضيف الطماطم المعجونه. تجي مغرفه صغيره عاديه اللي نعرفوها نتاع القهوه، هذه راهي عندي مغرفه صغيره وانا ما نعرفش كان ظهرت لكم لي صغير. حطيت طماطم معجونه زاده ونخلط، ونحاول الطماطم المعجونه نحلها مليح. نجم من الاول تحلها في الطماطم المرحيه باش تتحل، خاطر باش نقول لك تنجم تحلها في شويه ماء، لا ماذا بينا ما نزيدوش الماء. دونك يا تحلها ديريكت في الطماطم وبعد تصب مع بعض، يا تحطها هكاكا وتنجم تحلها في الطنجره نتاعك ما يضرش. وبعد نغطي عليها ونخليها كالعاده يرجع لها بخارها. شوفوا لهنا، ونبقى نخلط نتفقدها باش ما تشدليش في الكل، ونرجع نغطي عليها من غير ما نزيد الماء. ونعاود ونقول يلزم النار تكون نار هاديه.
باش نجي لهنا باش نزيد نحط السفناريا بما انه هي اللي تتطلب اكثر وقت في الخضره اللي عندي الطيب، وفي نفس الوقت بطبيعتي حاجتي بالماء، دونك ماذا بينا نحط الخضره معها من اللون باش تجي تعاوننا وتسيبلنا الماء متاعها. وبالطبيعه نكمل نخلطها معاهم. ولهنا نغطي عليها كالعادة ونخليها يرجع عليها كالبخار متاعها، ونعاود نتفقدها من بعد ونخلط مليح مليح كيف ما تشوفوا. وبيه ديما الخضرة وقت اللي تتسوطة من اللول تحسها تعطي هكا مطعم بنين وتشرب برشا لفحات اكثر من انه نرميها من بعد. وهذا الكل راهو مازلت ما خزتش الماء، صبيت ماء ولا حتى شيء. او كل هنا نعاود نتفكتها ونخلط. ماذا بيكم ما تغفلوش عليها معناتها باش ما تشدلناش من اللول. ولهنا بما انها بدات تشيح باش نضيف لها شويه ماء من اللول. نحب هكا نخليهم نحب نشم ريحه الفحات واللحم والكل باش نمرق فرد مره. انا ما نحطش الماء فرد مره من اللول، وقت اللي نشم ريحه بنينه وقتها بنزيد الماء. مش معناتها نخلوها تتحرق ليه نستنوا في الريحه، وقت تشموا ريحه ما شاء الله ابان من البنينه. اما لا يعني دونك شيحت ومازلتوا ما جميتوش الريحه تصبوا شويه ماء وتخلوا تستنوا لين يفوح الشيء الكل اللي عندك حطيته وقتها كيما اللي عملت انا لهنا. ولهنا ضفت عليها اقل من لتر ماء مش برشا، يعني 75 ملي كيك. ونضيف الماء ونخلطه ماء يغلي، عاودوا نقول ديما نمركو بالماء يغلي. ونخلط مليح باش نضمن هكا الطماطم بتاعي كلها تحلت في الماء والفحات والتريكن الكلها فهم شي يشد من اللوطه. ونغطيها ونخليها تطيب على راحتها بما انه عنا العلوش لهنا. وماذا بينا السفنيريه تطيب بالبيت، نجم تحط حمص زيادة كيف ما تحب ونخليها تطيب هنا كيف ما تشوفوا. او خليتها شويه ومن بعد فكرت الفلفل الملحي هيا برا يا تقول الفلفل الملحي الحاجه الباهيه فيه بطبيعته ما يتحطش من الاول في الزيت وتنجم تحطه حتى في الاخر. دونك مشيت حطيته، كملت حطيت مغرفتين صغيرين فلفل ملحي ولا بابريكا باش يزيد يكمل هكا يعزز لي اللون الاحمر ويفلفلها بالطبيعه بما انه الدنيا شتاء وذا بينا حاجه حاره. المساند الرسمي حصلوا في الشتاء هو الجيري عنا هكا. هاولي لي كيف تشوفوا بديت حصيروا طابت السفنيريا وطاب العلوش. نجي نحط الحاجات اللي في ساعة طيب اللي هي الجلبانة عندي كونجيلي ديجا، ما نحنا طواق جلبانة في تونس دونك جلبانة حط من اللول مع بعضه. انا هنا جلبانة كونجيلي من بعد لحظة والطيب، ومع البطاطا اللي قصيتها جويدة مكعبات حطيتهم خلط وغطيت ورجعتهم يطيبوا. جيت لهنا تو باش نتفقد الدنيا ومن بعد شنو عملت زدت قصيت شويه معدنوس هنا ما نحطولهاش الكرافس صح ما نحطوش تبدل المطعم كومبليتمون تضيع الوصفه والدنيا الكل. قصيت شويه معدنوس جويدين على الاخر وحطيتهم هنا. معدنوس نحطوش في الاخر يعني نحبوش ني قد ما يغلي قد ما نحسو يعطي بنه خاصه هنا تنجموا تحطوا السلك خاصه هذاك يبن زاده مش نورمال ويمشي مع المحمصه العربي. وتوا عاد شتاء والدنيا بخير سنه مطر والكل تنجموا تستغلوا الفرصه. وتو جاء وقت باش نضيف المحمص نتاعي مش كيف المشريه يعني ما تاخذش برشا وقت وفي نفس الوقت تشرب اكثر من الاخرى وقت اللي تبرد نحكيه. دونك لهنا كيما نقول لكم انا عندي القماره نتاعي في الجيري 4 كعبات مهما يكون شربه لسان عصفور شربة شعير نعرفش حتى كسكسي مطبوخ نخلط شني حكايه ال4 كعبات اللي تفرجوا فيها ويتابعوا فيا يعرفوني. نخلط هكاك الجيري وقت اللي نهز بالمغرفه يطلعوا لي 4 كعبات سي بون نعرف راهو في الاخر باش تجيني التكستور نتاع حاجه جيري كي نحب نطيب في جيري يعني شوربه ولا حاجه تجي معدله قد البات قد السوب اللي معاها حاسين. ونخلط ديما نثبت روحي مليح مليح ومن بعد باش نغطي عليها كالعاده ونخليها تطيب على راحتها كما تشوفوا لهنا. باقي هكا كل شويه نجي نخلطها خاطر هذيا نخافوا عليها تشرب تطرى وتشد لنا في الطنجره من اللوطه. دونك ماذا بينا كل شويه نجيو نخلطوها ونتفقدوها. ولهنا باش نحط كميشه زبيب اختياري
فما حاجات تحطوهم على كيفكم معناتها الكل، وفما حاجات الواحد ما يحبهاش ولا في حاجات تقلق ولا مش بالضرورة. ولهنا باش نحط شفتوا 3 كعبات حلبة بالحساب، هاكا طاحت كعبة باش نزيد نعوضها بكعبتين، اختيارية ودواء هي سبحان الله النبتة هذيكا ولا شنو اسمها قديش فيها منافع والكل هي اختياري، تحب تحط تحب ما تحطش، هما كعبتين ولا 3 ما يضروش وماكش باش تحس بطعمتهم، لكن منفعتهم ظاهرة برشا يعني من بعد على البدن وعلى الصحة، خاصة اللي عندهم تقلقات والكل. الحاصيل حطيت وخليتها لين طابت وصايي لهنا طابت. كيما قلت لك ما عندي مشكله مع الضوء يبين هكا اللون نقولش عليه ميم الفوق وما فهمش شيره فهمتش علاش. الحصير طابت كيف ما تشوفوا، الخضره طايبه قد الخضره قد المحمصه قد الماء اللي معاها، دونك ما شاء الله اللي هي كلي معجنه واللي هي كلي ماء على الاخر ما فيها تبقى تجري تحوس تلوج على كعبه المحمصه. وخاصة الريحة ما شاء الله والله يكذب عليك الحاجة العولة وحدة تحسها بركة في الدار والريحة وحاجة أخرى. هذه هي المحمصة متاعنا كيف ما تشوفوا، حضرت الخضرة طيبة في حقها، اللحم هي زيادة، صوصها ما شاء الله متوازنة، حاجة كلها منفعة بالحق، كلها منافع ومغذية، وخاصة الشتاء الدفي ركزولي على التدفية ماذا بينا ندفوا رواحنا، وعلى القريب وكل شيء هكا تبدا موزوزة وفحات وسخونة مالها إلا تنفع وما تضرش. هكا هاو كيف ما تشوفوا حبيت نوريكم المغرفة كتهزها تلقى فيها ما شاء الله برشا مكونات وبرشا منافع وبرشا بنة خاصة. هذه هي وصفتنا كانت لليوم تشاركتها معاكم، ان شاء الله يا رب تعجبكم، وحطوا لي في كومنتير كان عجبتكم وكيكم تتابعوا فيا من دولة بهيش من تونس، كل اللي شنو تسموها في بلادكم، وصحة وبالشفاء ليكم وبسلامة.